هي ليلى مالها؟ فيها حاجة غريبة، مش هي ليلى اللي أنا أعرفها. رمزي أكونش غلست عليها أوي امبارح، يمكن ده اللي مزعلها. لا ولا غلس ولا حاجه. كل الحكايه ان الست كانت خايفه عليك ووصتني عليك جامد قوي. قالت لي خلي بالك منه وخلي بالك لا ضغطه يعلى ولا حاجه. فقعدت طول الليل اخش عليك اطمن واخرج اطمن واخرج لغايه ما دخلت واطمنت لان لقيت شخيرك جاي باخر الدنيا. أمال مالها؟ أكيد في حاجة. هيكون مالها يعني يا حسين؟ كل واحد فيه اللي مكفيه يا حبيبي. ما تكبرش الموضوع، ركز في نفسك وفي مشاكلك مع ابنك لو سمحت. ايه؟ ما هو انا كنت لازم اقول لها علشان ما كانش عاجبني اللي انت فيه. عن إذنكم. استنى بس يا حسين، والله ما كانش قصدي حاجه، انا كنت بس عايز افهمها انت عامل كده ليه. خلاص يا راجل خلاص، أنا بس هروح أتمشى شوية وبعدين برجع لكم تاني. طب اجي معاك؟ لا لا، خليك أنت مع كوكو. يا راجل عايز أفك رجليا شوية، ما فيهاش حاجة. عن إذنكم. زعل عشان حكيت لي، صح؟ عنده حق، عنده حق، انا غلطان. ايه اللي دخلني في موضوع بين راجل وابنه للدرجه دي؟ ايه اللي يخلي انا غلطان؟ لا بقى انت مش غلطان. اي حد بيحب حسين هيعمل كده. قوم معايا، قوم. على فين؟ قوم معايا. طيب طيب. يبقى هو بيطلع كده، يلا. ده بيعمل كده هناك في نفس الوقت. طارق. قابل يا معلم، صاحبة ابوك معاه واحد. مين الراجل ده؟ ده مش بالشله تبع ابوك. كمل انت تمرين. ماشي. هاي كيمي، وحشتيني. ازيك؟ ازيك يا استاذ رمزي؟ ازيك يا طارق؟ عامل هو ايه؟ حضرتك عضو معانا هنا؟ اول مره اشوفك. لا انا الحقيقه مش عضو هنا. يبقى اكيد اشتكى لكم مني وجايين تملصوا لي وداني، مش كده؟ وانت كبرت عليها بقى ولا ايه؟ لا ما كبرتش عليها، بس انا مش عايز اتكلم في حاجه يا كيمي من فضلك. هو شايفني اكتر واحد غلطان في الدنيا، خلاص يا ستي انا اكتر واحد غلطان في الدنيا. طارق، انا مش جاي اتحايل عليك، انا جاي اقول لك تكلم ابوك. الراجل متضايق جدا من كل الكلام اللي انت قلته له امبارح. ايه الكلام اللي انا قلته له امبارح؟ ايه هو عمال يقول لي بيتي بيتي بيتي، خلاص هو بيته وانا مش داخله له تاني.